لمهرجان تيفل. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار الاحتفال بمهرجان مدينة تيفل في نسخته الرابعة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 يونيو الجاري تحت شعار الثقافة في خدمة وسط الدولة الاجتماعي. أقدم لكم أنتم فعاليات المهرجان أثناء عبارة الترحيب والتقديم، وأملي وكل أملي أن لا تنضب الكلمات أثناء الترحيب بكم، وتسعفني القوارص لأختار أجمل الصفات وأرقى العبارات لنوافي. فمرحبا بكم سموحا مضيئة لي عتمة الظلام، ومرحبا بكم دعامة تؤجج عجائب الشباب على الإبداع والتجديد، ومرحبا بكم أسسا وركائز تبني غدا أفضل. وأخص هنا بالذكر السيد رئيس جماعة تيفل السيد عبد الصمد عصام، الرجل الخلوق المتواضع في جميع المقاييس، والمتمرس المشجع للإبداع الثقافي، والمحافظ على تراث مغربنا الحبيب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله عليه. ونحن نحتفل بالتلك الفضية لاعتلائه عرش أسلافه الميامين. وأسأل على سيدنا الهمام الصحة والعافية، وهذا ليس بعزيز عليكم. سيدي الرئيس جماعة تيفل لأنكم استلهمكم القوة وحسن التدبير ورابط الجأش من رجل محنك مخضرم قائد سندي ألا وهو السيد محمود عشان، أطال الله في عمرك وجعله مرحبا كذلك بفعالية أخرى كانت لها المشاركة من أنصار هذه المدينة التي تشع ثقافة وإبداعا وتنمية، وأخص بالذكر والاستباج مدينة تيفل المحترم ورجال الأمن والسلطات المحلية وكل رؤساء المقاطعات في إحياء هذا العرس البهيج من ممثلين وفنانين وفرق شعبية وفولكلورية وأعيان مدينة تيفل شبابا ورجالا ونساء وكافة المسؤولين ورؤساء الجمعيات والمؤسسات. مرحبا أيضا برؤساء المؤسسات التعليمية وبرؤساء جمعية الآباء وأولياء التلاميذ، ولكم أنتم سكان هذه الرقعة الجغرافية المباركة تحية خاصة. من الشرف العظيم أن أحضر هذا المهرجان لأقدم باقة شكر وامتنان لكل جنود الخفاء الذين رفعوا العزيمة المعنوية لدى مهندسي هذا العرس وحرصوا أن تكون فقراتهم متنوعة ومختلفة. المزيد من التألق ودمتم رافعة الإبداع الثقافي وداعمة للموجود التراث المغربي، لا تكن أفراح